تركايه قويه جدا في 49 ثانيه. من اكتر المشاكل اللي بتقابل محلل البيانات هي اننا يبقى عندنا ميسد فاليوز او قيم بلانك، او انك تيجي تعمل فيجوال ويظهر لك كلمه بلانك. مثلا على سبيل المثال لما يبقى عندنا مثلا سلايسر هنا ونحط فيه القيم بتاعه الموظفين بتاعتنا او النيم اللي موجوده عندنا هنا، تمام، ونيجي نحط مثلا قيمه او كارت نحط فيه قيمه السيلز بتاعتنا، القيمه هنا. تعالوا نحط كده القيمه دي. هنكتشف ان احنا عندنا ده التوتال بتاعنا، احمد حسن هيدينا القيمه بتاعته، ولكن لما نروح عند ساره هتلاقيه بيديني بلانك. ودي من المشاكل القويه جدا اللي بتظهر او بتقابل ناس كتير جدا. نحل المشكله دي ازاي؟ بان احنا نعمل معادله داكس بسيطه جدا. دي معادله داكس يا شباب اللي احنا عملناها. اول حاجه احنا قلنا له ده السم اوف سيلز بتاعتنا، وعايزين بعد اذنك ترجع لنا قيم. لو القيمه دي اف، لو القيمه دي بلانك حط لي صفر، ولو القيمه دي مش بلانك حط لي القيمه العاديه الطبيعيه جدا بتاعتنا. فلو احنا شلنا دلوقتي القيمه الخاصه بالبلانك اللي جايه من السيلز، القيمه دي لو شلناها من هنا من السيلز وحطيناها جايه من القيمه او المعادله اللي احنا عملناها، فدلوقتي ساره بدل ما كانت بلانك بقت بصفر. وده فيديو من سلسله تركايه في 49 ثانيه.